ما شاء الله ما شاء الله، ايه العسل ده يا ناس. تعالى عليا كده. الله ما شاء الله. كملي كمان. عسل عسل عسل. جربي الطريقه دي كفته وان شاء الله تعمليها على طول. بصي لي بقى للحته دي. تعالى هقولك هنعمل ميكس حلو قوي نحشي بيه الحمام. ان شاء الله لو عملتيه هتاكلي صوابعك وراه باذن الله. هيبقى ميكس بين الرز المصري بتاعنا هنحمره، وهننزل عليه بالشعريه اللي هي بتاع الرز، وبشعريه لسان العصفور، وبالكبد والقوانص ولحمه مفرومه. وطبعا الميكس بتاعنا ده كله هنعمله سمنه بلدي على زيت. تعالى كده على البوتاجاز ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. معانا حله كده على البوتاجاز، هننزل عليها بمعلقتين سمنه بلدي بالشكل ده كده، وهننزل بزيت على زبده. انا قادحه زيت على زبده الاتنين مع بعض عشان بيدوا طعم حلو قوي. اتقرحوا الاتنين مع بعض كده، هننزل باول حاجه بالرز بتاعنا اللي مغسول ومتصفي. الرز وصل معاكي كده للمرحله دي، هتضيفي بقى شعريه اللسان وشعريه الرز. طب احنا ليه بنحمر الرز الاول؟ عشان بياخد وقت شويه في التحمير عن اللسان وشعريه الرز التاني. وهنقلب كل ده كده مع بعض، هياخد لون حلو قوي. ايدك ما تشالش منه بقى في المرحله دي في التقليب، علشان الشعريه ما يبقاش واحده متحمره والثانيه مش متحمره. ولو عايزه تزودي الماده الدهنيه شويه عن كده وتبقي تصفيها في النهايه، زودي براحتك. وصلنا للمرحله دي كده من اللون. شوفوا يا جماعه، كل حاجه زي بعضها. شعريه لسان الرز المصري بتاعنا كله اتحمر زي بعض. في المرحله دي بقى هننزل بالبصل بتاعنا والفلفل السبايسي المبشورين وطماطم، وهنديها تقليبه كده. قلبت فيها لما ريحه البصله كلها طلعت كده عليا وانا بقلب بالشكل ده كده. هضيف اللحمه بتاعتي والكبد والقوانص عشان ينشفوا برضو. هنشفهم خالص قبل ما احط الميه او الشوربه بتاعتنا. بالشكل ده كده. الريحه تحفه من قبل ما نحط الميه بتاعتنا، والريحه طالعه جميله جدا. جربي الطريقه دي وان شاء الله تعتمديها في حشو الحمام على طول. تعالي بقى في المرحله دي نحط البهارات بتاعتنا. شويه قرنفل، كزبره ناشفه، فلفل اسمر، كمون، شويه قرفه. كتري شويه من القرفه والقرنفل هيديكي طعم حلو قوي. وهنقلب كله ببعض. احنا كده بنحمص البهارات بتاعتنا وبنطلع منها كل الرطوبه اللي داخله فيها. سامعين الطشطشه؟ الطشطشه يعني كده معناها ان هو ايه، نشف من كل السوائل اللي فيه. هنضيف الميه بتاعتنا بقى. متكتريش، ما تكتريش الميه علشان ما يبقاش معاكي معجن. لحظه واحده انا اشوفها. لحظه واحده جايلك اهو. يا دوبك تغطي كده الرز والشعريه بتاعتنا بالشكل ده كده، ما تزوديش ميه قوي. ولما تغلي هنضيف على وشها كيس مشمع، كيس ابيض من بتاع التلاجة، هيخلي الرز بتاعنا مفلفل هو والشعريه. وضيفي الملح بتاعك بقى في المرحله دي بالشكل ده كده، وهنغطي عليه.
احنا كده غطينا على الرز بتاعنا اهوت لما اتشرب خالص، وحطيت على وشه كيس مشمع زي ما انا قلت لك، كيس من اللي هو بتاع التلاجة. افتحيه وحطيه على الحله وغطي عليه عشان تكبسي كل البخار، هيسوي لك الرز بتاعنا والشعريه، حشوه الحمام يعني. هنا بقى احنا جينا عشان نعمل الكفته، وهنضيف عليها اللحمه المفرومه بتاعتنا كده بالشكل ده، وهنضيف بهارات 7 بهارات: فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، روزماري، شويه قرفه صغيرين ما تكتريش قوي، شويه قرنفل ذره بسيطه خالص. شوف انا حاطه دي على كميه 2 كيلو لحمه او 2 وشويه، 2 كيلو دول 2 كيلو لحمه. شوف انا حاطه ذره بسيطه قد ايه اهو. قرنفل هيديني طعم حلو، وفي نفس الوقت مش هيديني الطعم اللي هو بيجزع النفس بتاع القرنفل ده. معلقتين ملح لكل كيلو لحمه، عليها معلقه ملح. حزمه شبت على كزبره، شويه بقسماط. كل كيلو قبله قبضه بقسماط، قبضه واحده كده بين ايديك. وهنعجن الكلام ده. بيض، هتحط البيض بتاعك، هتحط لكل كيلو بيضه. بس انتي اختبري البيض بتاعك زي كده، مثلا هتجيبي البيضه وتختبريها كده في وعايه بره، لان الجو حر واحيانا البيض ما بيبقاش كويس، فانت اختبري البيض. انا هنا مزوده بيضه، عندك بيضه زياده على ال2 كيلو تحطي 3 ماشي، عندك بيضتين 2 فما توقفيش على كده، حطيهم برضو هتبقى معاكي ممتازه. وهنعجن كل ده ببعض. عجنتها بالشكل ده كده لما لغايه الخيوط اللي فيها طلعت، تلاقي الخيوط طالعه منها كده بالشكل ده كده، اتعجنت كده بقت هتسمغ معاكي وهتتصبع وتبقى 10/10. الخيوط دي كده اما تطلع، تعالي بقى عشان نصبعها سوا. المفروض ان انت تسيبيها في التتبيله ديت على الاقل 2-3 ساعات، بس انا مش هولع عليها الفرن الوقت، انا عشان بنجز وقت، بس عشان معايا شغل تاني كتير. هصبعها واسيبها في الصاج بتاعها في قلب الفرن اكنها محطوطه كده برضه كده. هتحطي ايدك كده وهتمسكي السيخ، ادمجي الصباع بتاع الكفته كده، علشان اما تيجي تعمليه على الفحم ما ينزلش منك ويسيح على الفحم. ودايما خلي صباع الكفته بتاعك تخين بالسمك ده كده. شفت السمك ده ازاي؟ خليه تخين بالسمك ده كده، علشان انت بتحطيه في الفرن كده كده بتسيبيه ينشف. اما ينشف معاكي ويستوي ما يبقاش الصباع بتاعك ناشف قوي كده، العصاره بتاعته موجوده جواه من السمك بتاعه، ما يبقاش ناشف قوي وناشف كده، ما يبقاش طعمه حلو. هنصبع الكفته دي كلها بقى وارجع لكم تاني. خلصت اهي، هندخلها الفرن بقى علشان احنا هنولع الفرن بتاعنا كل مره واحده. هنولع على البشاميل وعلى الفراخ وهي بتتشوي وعلى الكفته هيولع. تعالوا كده اما نشوف الرز بتاعنا عمل ايه. الله، احلى حشوه حمام هتعمليها من ايدك ان شاء الله، مفلفله مستويه خالص. هتحشي الحمام وانت مطمنه ان شاء الله مش هيكتم منك ولا يبقى محصحص. هنحطه بقى يبرد على جنب ونعمل ايه، نعمل العصاج بتاع البشاميل. دي البصل بتاع العصاج، وحطيت عليه الفلفل الالوان، وحطيت عليه الفلفل السبايسي. انزل عليه كده بمعلقتين سمنه بلدي. العصاج ما تكتريش له الماده الدهنيه علشان ما ينطرش معاكي على وش البشاميل بتاعك، او يبقى البشاميل بتاعك تقيل قوي. خليه خفيف، معلقتين سمنه بلدي كفايه. وهنقلبه لما يحمر ونضيف عليه اللحم. مش هيحمر، نديله لون بسيط كده يعني. في المرحله دي بقى تعالى نحط البهارات بتاعتنا عشان تتحمص. دي شويه قرفه خشب، قرفه مطحون، شويه فلفل اسمر، شويه كمون. استنى مش عارفه افتح البرطمان عشان انا بصور بايد واحده. طب ما فيش حد يصورني؟ لا احنا كلنا مشغولين، كل واحد في ايده حاجه بيعمل اهو. سامعين؟ هنقلب كده البهارات كده
عشان نديلها تحميصه على البوتاجاز، وهننزل باللحمه بتاعتنا على طول. ننزل باللحمه. احنا معانا الصينيه بتاعتنا صغيره على قد العريس والعروسه بس، فده نص كيلو لحمه. ما تكتريش البصل بتاعه. هحاول ان انا اكسر فيها كده عشان هي جامده، وهنشفها على البوتاجاز وخلاص. على كده يبقى العصاج بتاعنا جاهز. كده العصاج بتاعنا فك كله اهو بقى بالشكل التحفه القمر ده. تعالوا بقى نشيله ونرفعه من على البوتاجاز ونعمل البشاميل. ودي الميه بتاع اللي هنسلق فيها المكرونه وننزلها في قلبها. معانا حله على البوتاجاز هنعمل فيها البشاميل. شويه سمنه بلدي. زود السمنه البلدي للبشاميل شويه عشان البشاميل بتاعك يبقى طعمه حلو. معانا معلقه سمنه نباتي هتنزلي مع السمنه البلدي بالشكل ده كده. هيسيحوا مع بعض وننزل بالدقيق على طول. لكل معلقه دقيق معلقه ماده دهنيه، سواء سمنه بلدي او نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. حمري الدقيق بتاعك كويس علشان يديلك طعم حلو للبشاميل بتاعك. وصل معانا بالشكل ده، معادش اي كتل دقيق خالص من غير تحمير كده. هتنزلي بشويه شوربه في الاول، وبعدين هتزودي اللبن بتاعك تدريجيا مع القشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفك البشاميل كده لما يفك معانا خالص، وبعد كده نزود اللبن. تعالي كده يا صوري علشان اعرف اقلب كويس. المرحله دي ما تضيفيش اللبن بتاعك، ما تضيفوش مره واحده. ضيفي شويه وقلبي لغايه ما الكتل بتاعت البشاميل تفك منك كلها، وهتقلبيه تدريجيا واحده واحده. ما تضيفيش مره واحده علشان ما يبقاش البشاميل مكتل منك. البشاميل بتاعنا بقى كريمي بالشكل ده كده. هتضيفي بقى القشطه بتاعتك في المرحله دي. هتضيفي القشطه بتاعتك، وهتضيفي كل البهارات الفاتحه زي توم باودر، بصل باودر، شويه ملح صغيرين علشان البشاميل بتاعك ما يبقاش حادق قوي. وهتضيفي توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه. بس انا هضيفهم بره الكاميرا عشان مانيش عارفه امسك الموبايل واضيفهم. هنحط ربع كميه البشاميل على المكرونه بتاعتك وقلبيها بالشكل ده كده. شفت البشاميل كريمي ازاي؟ حته القشطه اللي بتحطها في البشاميل مع السمنه البلدي بتديكي تيست عالي قوي. وهنحط شويه بشاميل هنا في ارضيه الصينيه اللي انت هتحطي فيها المكرونه، وهتنزلي المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انزلي باللحمه بتاعتك بقى. عايزه اقول لك تسلمي ايدك. تسلمي يا مروه، متحرمش منك. تنزلي بالبشاميل بتاعك الكريمي ده كله على الوش كده. احنا بنقلل من الماده الدهنيه، بنحط بس سمنه بلدي وسمن نباتي بسيط، وبنكتر من البشاميل في الصينيه بتاعتنا. بعد ما خلصت الصينيه بتاعتك كده تخبطها خبطتين كده عشان البشاميل ينزل لتحت
وكل بواقي البشاميل تمسحيها. احنا كده خلصنا الكفته والبشاميل، كله يدخل الفرن. الفراخ بتاعتنا يا جماعه بعد ما سويناها طلعناها كده من الشوربه بتاعتنا، وسبناها لما صفت خالص، وحطينا عليها الصلصه القمر بتاعتنا دي. الصلصه دي عباره عن ايه؟ برطمان صلصه، انا عاملاها معاكم كم مره قبل كده. لاي حاجه هتشويها وتدخلها الفرن اعملي الطريقه دي. هتجيبي برطمان صلصه وهتحط عليه شويه كميه سمنه حلوه، كميه كبيره يعني، وهتضيفيها على البوتاجاز. السمنه لما تفك كده مع نفسها تنزلي بالتوابل بتاعته كلها، تديها تحميصه، وتنزلي ببرطمان الصلصه عليها فوق السمنه، وهتبقى جاهزه معاكي لاي مشويات زي دي. هتدخلها الفرن هتتشوى معاكي وتطلع لونها وردي وجميل. هتشوفوها ان شاء الله في اخر الفيديو. بس اهم حاجه في التوابل اللي انت هتحطيها: فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، زعتر، روزماري. الزعتر والروزماري لاي مشويات بيديها نتيجه كويسه جدا. هندخل الكلام ده الفرن ونسويه ونرجع لكم بقى تاني نوريكم الجمال. بصوا يا جماعه، انا عاوزه اعرفكم حاجه عن الحمام بقى. الحمامه دي زغلوله صغيره، يعني مش هتاخد معاكي سوا كتير. هتيجي تخليها تحت الجلد كده، هتلاقي الجلد بتاعها وافي كده وبيتخلى معاكي بسرعه. دي حمامه زغلوله صغيره. اما ده هي بقى دي عجوزه. دي عجوزه، شوفي عجوزه تعرفيها منين بقى؟ لا اللي هي دي عجوزه. اللحم بتاعها احمر زي لحم الذكر البط كده، تعرفي ان هي عجوزه. الجناح بتاعها جامد حديد، يعني تيجي ما هوش مرن. الجناح ده مرن معاكي ازاي؟ ده عشان ده عظمها لسه صغير، لسه زغلول. اما دي جناحها جامد حديد، ما تحس ان هو ذكر بط في ايدك. دي بقى ما تتحشاش تحت الجلد، ما تخليش تحت الجلد هنا وتحشيه، لانه مش هيتحشى معاك اصلا. فاحنا هنستكفى هنحشي الحصله بتاعتها بس، اللي هي الحصله دي، وهنسيب المنطقه دي باللحم بس كده من غير حشيه. اما ديت هتحشي الحصله بتاعتها وانت مرتاحه ومطمنه، لانها زغلوله. شفتي جلدها وافي معايا ازاي؟ هتحشي انت تحت الجلد ده وانت بمنتهى السهوله. هغسله من ايدي كده، هغسله تحت الحنفيه واجيبه واوريكي تحشي السمك بتاعها قد ايه. عندك الحمامه بتاعتك كده، تيجي هنا وتدخلي فيها، انزلي عليها كده وتدخلي الحشوه كده اكنك بتحشي ممبار، لانها مرنه معاكي وبتاخد منك كميه كبيره. ودايما ما تحشيش في الرز بتاعك كله، خلي شويه بشويه لما تخلصي، وبعدين تحطي تاني رز يكون نضيف، عشان اللي يتبقى منك تحطيه تحت الحمام وهو طالع. لو بتطلعي اوردرات او تاكليه مع الحمامه ما يبقاش طعمه زفر من الحمام، لاننا بنحط الحمامه كده فوق الرز واحنا بنحشي. فخلي دايما اللي باقي معاكي يكون نضيف في وعايه تانية. وهتحشي قلبها كويس جدا بالشكل ده كده، وهتقفلي الرجل كده. الحمامه اللي جلدها مرن دي ولا بنخيط فيها اي حاجه، وبتبقى معانا ممتازه بالشكل ده. خلي دايما الحته دي برضو عند العظميه، تبقى العظميه بتاعتك باينه كده، ما تبقاش ما تملهاش قوي عشان ما تتفجرش معاكي في الطبيخ. هنعمل الكميه كلها بالشكل ده ونطبخه بقى ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ايه العسل ده يا ناس! تعالى عليا كده. الله ما شاء الله، تعملي كمان عسل عسل عسل. جربي الطريقه دي كفته وان شاء الله تعمليها على طول. الله كده الفراخ اللي احنا غلفناها علشان نطلعها اوردرات، وهنعمل منية العروسه في الاخر. احنا سيد العروسه عندنا عشان ديت غير حاجات العسل. احنا طبعا صحي كيلو كفته و4 فراخ مشويين بألف نار اللي كلهم يا رب العالمين. وصلنا للمرحله اللي احنا مستنيينها من اول فيديو، تجهيز صينيه العروسه. تعالوا بقى نسمي الله ونجهزها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده رز بسمتي. انا قلت لكوش طريقه الرز البسمتي. هتجيبي بصله تحمرها على البوتاجاز
بشويه سمنه بلدي برضو. خلي السمنه البلدي اساسي معاكي في كل حاجه. وهتنزلي عليها بشطه وفلفل لو عايزاه سبايسي، لو عايزه الرز سبايسي شويه، شطه خضراء وفلفل اخضر وبصل مجروش لو عندك. هتنزلي عليها بعد البصله لما تحمر بالخضار اللي انا قلتلك عليه. وهتضيفي كل كوبايه رز بسمتي لها كوبايه ونص شوربه. وهتحطي الرز بعد ما تغلي وتسيبيه يسبك مع بعضه مع البهارات بتاعته والملح. بس لو انت حاطه شوربه خدي بالك ما تضيفيش الملح كله. معانا 6 حمامات بتوعنا اللي احنا حاشينهم سوا، هنحطهم ورا بعض كده. دي الفرخه اللي احنا شويناها، هتحطي كده في كل ناحيه ربع. تمام. صوابع الكفته بقى، هترصي صوابع الكفته بقى في كل ناحيه داير ما يدور كده. تمام. احلى عشا عروسه هتعمليه بايدك باذن الله. قرنين شطه كده، شويه كزبره، حمصي شويه عيش. ده عيش محمص يا جماعه، هتنزليه في شويه سمنه يديك التحميصه دي ويبقى طعمه تحفه. زيني بيه حاجه تجرنش الصينيه كده بحيث العريس والعروسه لما يجوا ياكلوا يلاقوا حاجه جرنشه كده تفتح نفسهم على الاكل. ايه رايك؟ احلى صينيه عشا عروسه تعملها بايدك. ودي البشاميل بتاعهم بألف هنا وصحه يا رب. لو الفيديو بتاعي عجبك لغايه هنا اعملي لي لايك واشتراك للقناه وفعلي لي زر الجرس عشان اكبر بيكم ان شاء الله. هنغلف ده بورق حراري من ده وهنعمله بستريتش رول عشان يتقفل ويروح لعروستنا بألف هنا وصحه، بس اما يبرد شويه عشان كل حاجه سخنه.